أليس راحت له وشالته وحطته في البانيو وابتدت تحاول تغرقه وتملى المية عليه. إزلا شافت اللي بتحصل قالت لأبوها وأمها بسرعة عشان يلحقوا. ماجي ونيك جريوا على الحمام لكن أليس أقوى منهم وكانت ساندة بس إيديها على الباب وقافلاه جامد مش قادرين يفتحوه. نيك ماسك الأباجورة وبيحاول يكسر الباب وماجي بعد كده قدرت إن هي تدخل من الشباك وحاولت تاخد ماكس منها لكن أليس زقتها بقوة في الحيطة. في اللحظة دي نيك كسر الباب، طلع ماكس من البانيو وسلمه لإزلا. بعدها ضرب أليس بالحديدة بتاعة الأباجورة عشان يخليها تسيب ماجي. الضربة كانت قوية وخلت جلد وشها يتقطع، ولما نيك جه يحاول يضربها تاني مسكت اللمبة ووقفت ايده. ماجي قالت لنيك يسيب الحديدة بسرعة اللي هو ماسكها ووصلت الكهرباء. عشان أليس كانت ماسكة اللمبة اتكهربت ووقعت وحصل قفلة في البيت كله والكهرباء فصلت. بعد كده الإسعاف أخدوا ماكس للمستشفى. مهندس من شركة الروبوتات اللي صنعوا أليس بيتكلم مع نيك وبيحاول يفهم منه سلوك أليس كان عامل ازاي الفترة اللي فاتت عشان يحدد ايه العطل اللي عندها ويعرفوا بعد كده ان هم يصلحوها.